قبل ما نبداو هذا الفيديو دور وجهك وشوف قدامك واش كاين شي دميه قديمه عندكم او حتى شي تصويره معلقه في الحائط ديالكم. العلماء كيقولوا ان الجماد ما كيحش وما كيتحركش لان بكل بساطه الجماد ما فيهش الروح، ولكن التاريخ عنده راي اخر. اليوم غادي نهضروا على روبرت، الدميه اللي تسببت في الانتحارات والحوادث السير والهلوسات ما عندهاش تفسير، والسير كامل كاين في العينين ديال هاد الدميه هذه. القصه كلها بدات في سنه 1904 في مدينه كي ويست. واحد الطفل سميتو روبرت يوغين اوتو توصل بهديه غريبه من خادمه كانت خدامه عند عائلته. الهديه كانت عباره على دميه كبيره لابسه لباس ديال البحار، وهنا يوغين سمى الدميه على سميتو اللي هي روبرت. ومن هنا غادي تبدل القصه ديال هاد العائله وغتحول للجحيم. يوغين ما كانش كيشوف روبرت مجرد دميه عامره بالقش وصافي، بل كان كيعامله كصديق حقيقي، كيدوي معاه، يضحك معاه ويشاركوا اسراره. والديه كيشافوه كيعامل الدميه بحال ما هكا قال له في الاول هذه مجرد تخيلات ديال طفل صغير وغادي تدوز مع الوقت، وما خداوش الامور بجديه. ولكن الامور ولات مرعبه فاش بدات الدار كتغرق واحد السكات غريب، كيقطعوا غير الصوت ديال يوغين وهو كيدوي في بيته. والصدمه هي ان يوغين ما كانش كيدوي بوحدو، كان كيجاوبو صوت اخر، صوت غليظ خشن وما يمكنش يخرج من حنجره ديال طفل صغير بحال يوغين، لدرجه ان الاب ديالو شحال من مره كان كيوقف وراء الباب وكيسمع ديك الدميه كتعطي الاوامر ليوغين. ويوغين كيبكي بصوت حزين وكيرد واخا يا روبرت غادي ندير داكشي اللي بغيتي. وفاش كيدخل الاب بسرعه كيبان ليه يوغين جالس في الركن ديال الغرفه، والدميه روبرت جالسه فوق الكرسي بملامح بارده والعينين ديالها بحال الا فيهم الحياه. ولكن الرعب ما بقاش محبوس غير وسط هاد الدار وصافي، بل خرج حتى للزنقه. الجيران والناس اللي كيدوزوا قدام هاد الدار كانوا كيحلفوا باللي فاش ما كتكونش العائله في الدار كيشوفوا خيالات صغيره كتنقص من شرجم للشرجم في الطبقه الفوقانيه واللي بالضبط كاينه فيها ديك الدميه. وماشي غير هاد الشيء، بعض المرات قالوا انهم شافوا الدميه واقفه وكتشوف فيهم من وراء الزاج وكتبتسم بواحد الطريقه خبيثه ومرعبه، وغير كيدوروا وجههم ويرجعوا يشوفوا كيلقاوها اختفت في ثانيه. لدرجه ان حتى العمال اللي جاوا للبيت شحال من مره باش يصلحوا شي حاجه في ديك الدار كانوا كيهربوا ما كيكملوش خدمتهم، والسبب انهم كانوا كيسمعوا اصوات ديال الاطفال كيضحكوا بالجهد وجايين من ديك البيت اللي محطوط فيه روبرت. رغم ان البيت خاويه، هاد الضحكات ما كانتش ديال براءه، كانت الضحكات كتحسس الواحد باللي كاين شي كائن شرير تما. وملي كيجي الليل كانت هاد العائله كتفيق على صوت التخريب والصراخ، وداك الصداع والصراخ كان كيجي من بيت اللي فيه يوغين. وفاش كيدخلوا للبيت كيلقاو واحد المنظر صادم. الالعاب يوغين كانت كلها مرسومه وملوحه في الارض، والبيت كامله كانت مغلوبه، ويوغين كان شاد في راسو وكيترعد ويبكي. دميه روبرت محطوطه قدامه بنفس الابتسامه. وهنا الاب سول ولدو بعصبيه شكون اللي خرب هذا الشيء. يوغين هنا شير بصبعه وهو كيبكي وكيقول روبرت هو اللي دارها، هو اللي بغى هذا الشيء، وكيعاود يرددها. والغريب ان الاب كان كيشوف في العينين الدميه وكيلقى فيهم نظره مرعبه، كأن الدميه كتقول ليه غنصفيها لكم كاملين. الوقت داز ويوغين كبر وتزوج وبنى بيت جديد، ولكن الصدمه هي ان يوغين ما نساش ديك الدميه ديالو. خصص للدميه ديالو غرفه خاصه في واحد البيت فيها الكراسه صغار والالعاب. زوجة يوغين اللي سميتها انا كانت كتحس بواحد الثقل في صدرها كبير، كانت كل ما تقرب من ديك الغرفه كانت كتقول ليوغين انها الدميه ماشي طبيعيه، عينيها كيتبعوني فين ما مشيت. والصدمه يوغين ما كانش كيديها في هضرتها، كانت كل ما مرتو تهضر على روبرت كان كيتجاهلها بحال الدميه تلبساتو كليا. انا بدات كتلاحظ اشياء مرعبه. ملامح وجه روبرت كانت كتشكل على حسب الجو ديال الدار. فاش كيكون يوغين وانا مخاصمين روبرت كان كيبان كانه كيبتسم بابتسامه عريضه ومخيفه، وفاش كيكونوا فرحانين ملامحه كتولي قاسيه وعينيه كيصغروا كانه كينخنزر فيهم. لدرجه ان انا شحال من مره لقات الدميه جالسه في الصالون رغم انها متاكده مزيان باللي خلاتها في الغرفه اللي كانت فيها. والساروت كان في جيبها. يوغين ما بقاش كيدافع على مرته، بل ولا كيدافع على الدميه، وكأن روبرت سيطر عليه بالكامل. وهنا في سنه 1974 يوغين توفى، ولكن القصه ديال روبرت ما ماتتش معاه. انا هربات من ديك الدار وهي كترعد وخلات روبرت محبوس في ديك الغرفه تحت الغبار. البيت بقى خاوي لسنوات
حتى جات العائله جديده سكنات فيه، وكانت عندهم بنتهم صغيره اللي كان عمرها 10 سنين. لقات روبرت في ديك البيت في وسط داك الصناديق والغبار. في الاول فرحات به، قالت ان الدنيا قديمه وزوينه، ولكن هاد الفرحه كانت غير مؤقته وصافي. البنت بدات كتغير في تصرفاتها، ما بقاتش عندها الشهيه، ولات كتهضر مع راسها في الليل. والدين ديالها كانوا كيسمعوا الصداع في الغرفه ديالها، وفاش كيدخلوا كيلقاوها ناعسه في الارض وكتبكي. البنت بدات كتفيق وهي كتغوت بهستيريا، وكتقول جمله وحده خلات الوالدين يتجمدوا في بلاصتهم: روبرت باغي يقتلني. روبرت كيتحرك فوق السرير ديالو وكيخنقني بيدو. فاش كانوا كيشعلوا الضوء كيلقاو روبرت جالس في الكرسي، والنظره ديال عينيه كتقول باللي يوغين مشى ودابا تدور على هاد البنت. المرعب في هاد القصه هو ان ديك الطفله دابا كبرات وعندها حياه خاصه، ولكن اليومنا هذا بقى كتحلف في كل لقاء صحافي باللي روبرت كان حي. كتقول ماشي خيال، انا شفتو كيتحرك، شفتو كيوقف على رجليه، وسمعت انفاسه قريبه من ودني. هاد الشهاده هي اللي خلات الخبراء ديال الظواهر الخارقه يحطوه في قائمه السوداء اخطر اشياء مسكونه في العالم. روبرت دابا محبوس في واحد الصندوق زجاجي في متحف مارتيلو، ولكن حتى هو وراء هاد الزجاج باقي كيمارس هوايته المفضله، تدمير حياه الناس. اي واحد كيدخل المتحف وكيقرا لافته مكتوبه فيها ما تصورش روبرت الا باذنه. الناس اللي استهزئوا وصوروا بلا اذنه رجعوا للمتحف وهما كيبكيو وكيحطوا رسائل اعتذار وكيطلبوا من روبرت يفك عليهم اللعنه اللي لحقات عليهم في ديورهم.